السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ نهاد مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم جبت لكم واحد الكيك، يعني انا كنعتبرو كيك بحجم عائلي اللي كيجي الشكل ديالو على شكل او المذاق براونيز. يعني كيف ما كتشوفوا تيجي خفيف وبواحد الكريمه وبواحد لاصوص تنسقي بها باش تجي معلكه كيف ما كتشوفوا. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. عندي بيضه وحده، عندي 2 معالق ديال الكاكاو، عندي كاس الزيت، كاس السنيده، كاس الحليب، كاس القهوه. يعني ممكن ديروا قهوه سريعه الذوبان. عندي 2 فاني، عندي 2 كيسان ديال الطحين او 2 كيسان ونص، 3 الخمارات، الكركاع على حسب الاختيار ديالكم، معلقه الخل. نبداو على بركه الله. عندي كنشد المول ديالي كندير فيه كلشي، يعني كندير فيه البيضه ديالي، كنخوي عليها كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، كاس ديال القهوه سريعه الذوبان، كاس ديال الحليب، وكناخد يعني الكاكاو ديالنا. يعني انا الكاكاو كنغربلو باش متبقاش فيه ديك الحبيبات. المهم عندي 2 معالق ديال الكاكاو. هاد الكيكه هادي راه كتجي بحجم يعني عائلي، يعني كنديرو في المول ديال الفران ديال الضو. بيضه واحده، ما نساوش المليحه ديالنا، قبيصه المليحه ديالنا. كنبقى نضرب الخليط ديالي كيف ما كتشوفوا على هاد الطريقه هادي، كنضربو بالضراب مزيان يعني باش تيذوب ليا ديك الكاكاو وتذوب لي ديك السنيده وكينسجموا يعني المقادير اللي درت. كضرب به واحد يعني واحد من دقيقه حتى 2 دقائق، ومن بعد كنضيف الفاني ديالي. انا درت كانت عندي فانيا وحده نص وزيت وحده، يعني ممكن ديروا غير فانيا وحده ماشي مشكل. كنضرب هادشي هذا كيف ما كتشوفوا على ما كتولي ليا يعني الخليط ديالي دابت فيه سنيده وندمج مع الزيت والحليب والقهوه. كناخذ هاد السقوه ديالي، كناخذ منها واحد كاس ولا كاس ناقص، يعني تقريبا 2 ديال يديا. كنخليه هذاك كنسقي به الكيكه فاش كنخرجها سخونه. يعني عوض الحليب انا كندير هاد لاصوص ديالي. من بعد عاد كنضيف الخماره ديالي، كاسه الخمارات والطحين ديالنا اللي قلت لكم المقادير ديالو. هذاك الكاس اللي هزيتو كنديرو في الثلاجه باش يكون بارد. ملي كنخرج الكيكه ديالي سخونه كنسقيه بها وهو بارد، والكيكه ديالنا كتكون سخونه. كنبقى نضرب ديك الطحين ديالنا مع الخماره باش تدخل ليا بديك لاصوص. يعني ديك لاصوص فاش كنهزها يعني ما يكونش فيها الخمارات والطحين، يكون فيها غير المقادير الاخرين اللي قلت لكم في النوبه الاولى. كنبقى كنضرب على هذا الشكل هذا. من بعد كنجيب الكركاع ديالنا اللي اسمحوا لي ما افترضتلكمش في النوبه الاولى، يعني ما افترضتش الكميه شحال، ولكن المهم الكميه كتبقى اختياريه. كنقطعو شويه يعني كنضيف نص ديالو كنضيفو مع الكيك، ونص الاخر كنخليه كنزوق به. كناخذ اللاطه ديالي وكندهنها بشويه الزيت وكندير عليها شويه ديال الطحين كيف ما العاده كنبغيو نديرو اي كيك ديالنا. وكنضيف الكيك ديالنا كنهزها الفوق باش تسخوي ديك الهواء ديالها، وكنضيفها على الفران. وكنضيف الخليط ديالي بالمون، وكنكون ديجا شعلت الفران ديالي كيسخن. من بعد ندخل الكيك ديالنا يعني كتاخد واحد قسمين حتى 4 ساعات. يعني الكيك ديال الشوكولا او الكيك يعني ديال الكاكاو دغيا كطيب في كاسرون. كناخد معلقه د مايزينا، كاس ديال الحليب، معلقه ونص ديال الكاكاو، سنيده على حسب الذوق، وفاني. كنحرك هادشي مزيان وكنردو في البوطه ديالي. كنبقى نحركو يعني وهو فوق البوطه ديالنا
يعني ما كنحبسوش من يعني التحريك بدون توقف باش ما يلصق لياش ديك الكريمه ديالي او مايزينا ديالي تلصق ليا. من بعد الكريمه ديالي بدات تعقد ليا، الكيكه ديالي يعني راه قريبه تخرج ليا. ها هو الكريمه ديالي كنحطها على جانبا، وكنجبد الكيكه ديالي هنا جبدتها. كنجبد يعني نتوما عندكم اي حاجه، انا غير ديك العود ديال البانسو ديال باش تندهن شديتها وبديت كنتقبيها على هاد الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. وكنبقى ناخذ ديك السقوه ديالي اللي خليت، كنجيب بعدا الكركاع كنديرو ديك التقيبات كيف ما كتشوفوا، يعني نص الكميه اللي درت كنديرها، كنعمر ديك التقيبات كاملين. هي ديجا كتكون فيها يعني كركاع، وكنزيد عاوتاني نضيف هاد الكركاع يعني كزواق. من بعد كناخذ ديك التقيبات كاملين حتى هما كنسقيهم كيف ما كتشوفوا، كنسقيهم ودغيا كيشربوا ليا كيف ما دغيا كيشربوا، حيت الكيكه سخونه كيشربوا ليا. باش ملي كتقطع ديك الكيكه كتجي فيها ديك الكريمه وديك لاصوص شربها الكيكه ديالي. من بعد ملي كنسالي كاع ديك التقيبات اللي عندي كندهن الكيك ديالي كيف ما كتشوفوا كامله بلاصوص ديالنا. راه كتشربوا في بلاصه، وصدقوني كتجي رائعه هاد الكيكه هادي، كتجي على شكل يعني براونيز. من بعد كناخذ ديك الكريمه ديالي اللي وجدت وكندهنها على اللاطه ديالي كامله وكنقادها باش تاخذ ليا ديك السمك اللي باغا انا على الكيكه ديالي كامله. هادوك الدويرات اللي درت كلهم كتشربهم بالكريمه وكتشرب لاصوص. من بعد كنزينها كيف ما بغيتو نتوما، يعني انا درت شويه ديال الفيرميسير، وكان عندي واحد الكاطو ديال او طونيك كان عندي حتى هو فرزتو وزوقت به. ممكن تزوقوا بالكركاع الا بغيتو، باللوز ايفيلي كيف ما كتشوفوا. انا عندي طونيك زينتو بها على هذا الشكل هذا. نتمنى تجربوها، كتجي رائعه في المذاق كما قلت لكم على شكل براونيز، يعني كيك يومي بحجم عائلي وبطريقه جد بسيطه، وكتجي المذاق يعني هائله في المذاق وبمقادير موجوده عندنا في الدار. وكتجيب ديك لاصوص يعني معلكه بديك لاصوص ديالنا كيف ما كتشوفوا. كنزيد نحاول نقربها لكم. ديك لاصوص كتجي خفيفه وزوينه.